أحمد سيد زيزو أسطورة الزمالك في الغطس وقائد كتيبة الزمالك للفوز بالعرق بعد شيكابالا. طبعا معايا النهاردة هوريك جزء صغير من مكسب زيزو بالعرق في مباريات الدوري وغير الدوري والغطس باحتراف، وأول كورة معانا النهاردة في ماتش فيوتشر في الكونفدرالية. وهنا زيزو بيخبط رجليه الاتنين في بعض وهو بيجري، ومدافع فيوتشر بعيد عنه بمتر ويقع، والأغرب والأسوأ إنه بيقوم يعترض ويحلف ويزعق. لو حد مش بيشوفه بيسمع صوت زيزو ده بعد اي وقعة من دول هيبصم بالعشرة على صحة ضربة الجزاء، وهو ده احمد سيد زيزو. وتاني كرة معانا مع منتخب مصر ضد الاردن في كاس العرب، والحكم شربها فعلا رغم عدم تدخل الحارس تماما على رجل زيزو، ولكن زيزو بيدي ايحاء في سقوطه بالصرخة اللي بيعملها دي ان في كارثة. شاطر هو قوي في القصة دي من كتر قعدته مع شيكابالا. ولكن بعد رجوع الحكم للفار طبعا لغى الهدف وحسب فاول على زيزو بداعي التمثيل. تالت لعبة معانا يقع وقعة غريبة بلا اي تلامس تماما، ولكن كعادته لقى الكرة طولت ومضغوط عليه من 3 لعيبة راح اداها وضعية الغطس، ولكن ابراهيم نور الدين ما بيزعلش حد، ما حسبش ضربة جزاء ولكن ما اداش لزيزو انذار طبعا احتواء للموقف، وكلنا فاهمين ده كويس اكيد. استنى معايا لحظة كده في الكورة ديت وشوف زيزو بيصرخ ازاي رغم ان مفيش اي حد لمسه. غطاس بامتياز، ما شاء الله عليك يا ابني. رابع لعبة معانا قدام سيراميكا كيلوباترا ومع عامر اللي طالع قافل الجول كويس جدا وقافل على زيزو زاوية التسديد تماما، ومعاه كمان 2 مدافعين ضاغطين عليه بشكل كويس جدا. لعب الكورة لقاها بره، راح طاير قال يعني عامر طيره في اللعبة دي وداه بره منطقة الجزاء خالص، رغم ان رجل عامر حرفيا ما لمستش رجل زيزو خالص، لدرجة ان عامر قايم الكورة دي بيقول له قوم ما فيهاش حاجة. ولكن زيزو مفروض ينضم لمنتخب مصر في الأولمبياد، ممكن يجيب ميدالية لاتحاد الغطس، ومش أي ميدالية، ده ممكن ذهب. خامس لعبة معانا في ماتش المصري ودي من أغرب الحالات بصراحة، حسين السيد لبس زيزو حرفيا في الكورة دي، خلاه ينط راح شال رجله بسرعة قبل ما زيزو يخبط فيها ويقول لك اهو تلامس يا حكم يا ظالم يا اللي عايز تدي الدوري للأهلي. راح اداها وضعية الغطس، ولكن أخيرا في حكم كان صاحي ولم يحتسب ضربة جزاء لزيزو، لا وكمان اداله انذار يتحسد الغندور في اللعبة دي. سادس لعبة معانا دي بقى لعبة صعبة جدا بصراحة، ممكن يكون فيها وعليها، ولكن السؤال هنا هنفترض ان في تلامس بين رجل المدافع اليمين ورجل زيزو اليمين برضو، مع ان ده مش باين قوي ومش واضح، وحتى لو في تلامس هل التلامس ده يستدعي كل رد الفعل اللي زيزو عمله ده؟ لا طبعا، ولكن التمثيل واخد مجراه مع احسن لعيب في افريقيا في ضرب الغطس طبعا في منطقة الجزاء. وهنا عايز اخدك لفكرة ان زيزو بيفكر دايما يكسب بحاجات بره الكورة وبره الملعب، ونفتكر مع بعض الفيديو الشهير ده. ايوه هو الفيديو اللي جه في دماغك كده، اسمع كده معايا زيزو عايز جمهور الزمالك يعمل ايه في ماتش من ماتشات الكونفدرالية. زي ما انت سمعت كده عايز الجمهور يزوم على الحكم عشان لما حد يغطس الغطسه اللي هي على طول ضربه جزاء، عشان لما يجي حاجه الحكم يغلط في اخطاء وحاجات وفاولات حوالين منطقه الجزاء، يعمل حاجات ولخبطه الحكم ما يبقاش مركز، والحكم يحسب حاجات للزمالك من خوفه من الجمهور اللي حواليه عشان الجمهور بيزوم. ودي خطه احمد سيد زيزو المحكمه. اتمنى بعد الفيديو دوت الحكام يركزوا مع زيزو شويه، لانه فعلا من احسن الغطاسين في القاره مش في مصر بس. وطبعا الفيديو لا يقلل من امكانيات احمد سيد زيزو كلاعب كوره، هو كلاعب كوره كامكانيات لعيب كوره كويس جدا ومن احسن لعيبه مصر الفتره الاخيره، ومحدش يقدر ينكر دوت. ولكن في حته الغطس دي هو من احسن بقى لعيبه الكوره الغطاسين في القاره كلها مش في مصر بس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو وتسيب كومنت، وكمان تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب. وبس كده، سلام.